تخيل إنك تمشي في الجنة فتقابل شخص يشع النور من وجهه، فإذا هو أبو بكر، فتقبل رأسه فيقول لك: ذاك عمر، والذي بجانبي علي، أما الذي تحت الشجرة فهو خالد سيف الله المسلول. فتخبره برقة: يا سيدي، أين حبيبي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فيقول لك: إنه عند نهر الكوثر، اذهب فإنه ينتظرك. فتذهب إلى حبيبنا ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه، ذاك الحبيب الذي طال شوقنا عليه، فتراه فتقبل يديه الشريفتين، فيقول لك: أنت فلان ابن فلان؟ فتقول: كيف عرفت اسمي يا حبيبي يا رسول الله؟ فيقول لك: كانت صلاتك تصلني، تعال لأسقيك من يدي شربة ماء. فتذهب فيسقيك النبي صلوات ربي وسلامه عليه من يديه الشريفتين شربة ماء، شربة لا تظمأ من بعدها أبدا. اللهم أمن علينا، اللهم أمن علينا بأن نقبل كف خير العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل عليه صلاة تكفينا ما أهمنا به من أمر الدنيا والآخرة. اللهم صل عليه صلاة ترحم بها ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم قد أشتقنا فلا تحرمنا جنتك. قولوا